أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنشوف مع بعض قلب ينبض بأهم جرز لعالم التطريز. خليكي متأكدة انك مش هتحتاجي ابدا تعرفي اكتر من الجرز دي، وبلاش تشتتي نفسك، صدقيني دي اكتر الجرز اللي هتفيدك في عالم التطريز. يلا نقول بسم الله ونبدأ سوا. اللهم انصر اهلنا في غزة نصرا عزيزا مقتدرا يتعجب له اهل السماء واهل الارض، هم واهلنا في العراق ولبنان والسودان، اللهم امين. ده خيط كروشيه قطن. هنعمل بيه غرزة باك. يلا نشوف الغرزة. اول حاجة طلعت بالفتلة، انا لضمت الابرة عادي، ما فصلتش، ابتديت اطلع وانزل بالغرزة، ببعد عنها شوية وارجع لها تاني، علشان كده اسمها غرزة باك. تمام زي ما انتوا شايفين. لازم انزل عند الغرزة الأخيرة أصلا، يعني احنا بنطلع بعدها بشوية ونرجع ننزل في نفس الفتحة اللي أنا طالعة بيها من الغرزة اللي قبلها، مش جنبها. خليكم مركزين، وياريت ما نشدش الخيط جامد واحنا بنشتغل، علشان ما يبقاش الحاجة شكلها مكرمش. أنا هنا هبدأ إن أنا ألف على القلب كله غرزة باك. الغرزة دي من أهم غرز التطريز، بجد بنحتاجها كتير جدا جدا في الشغل، وانتي هتعتمديها حرفيا ان شاء الله، هتكون غرزة مفضلة عندك. بنحتاجها في حاجات كتير. كده خلاص القلب خلص معانا. نشوف بقى الغرزة اللي بعدها. ده خيط ميلونيه عادي، 6 فتلات، هقص منه حتة وابدأ ان انا الضمه. انا بعرفكم ان انا هشتغل بيه زي ما هو، انا ما فصلتش. تمام. بوريكم هنا طريقة اللضم للناس اللي حابة تعرف هشتغل ازاي، ودي كمان طريقة ربط تانية للخيط علشان اعمل العقدة اللي في بداية الخيط عامة. هنا انا احب ان انا انضفها. انا لفتها لفتين على الابرة وسحبت الخيط، اتكونت معايا عقدة. هنبدأ بقى نعمل الغرزة، غرزة الفرع البسيط. الغرزة دي برضك من اهم غرز في عالم التطريز، غرزة مهمة جدا لا غنى عنها صراحة، ممتعة في الشغل وسريعة، تنجز معاكي وقت، وشكلها النهائي بيبقى حلو. انا طلعت بالخيط وعملت غرزة عادية وطلعت من نصها، وهبدأ اخد كل غرزة. وفاكرين غرزة الباك اللي احنا كنا لسه بنعملها دي شبيهة ليها في كده، بس هما زي راكبين على بعض، ملفوفين على بعض. ببدأ ان انا اخد من الغرزة بردك الاخيرة، بس بطلع في نصها، شايفين، لحد ما الفرع بيخلص معايا. اخد بالي ان الخيط يبقى ناحية الشمال زي ما انا بوريكم كده، ما اطلعش بالخيط وما اطلعش بالابرة والخيط يبقى ناحية اليمين، لا، خيطي دايما يبقى مرمي الجهة الشمال وانا شغالة. وده هعرفكم عليه برضو، في حاجات بنحتاج فيها اصلا الخيط يبقى ناحية اليمين. تمام كده دخلنا على غرزة منقسمة، والغرزة ديت بصراحة مش بحتاجها كتير. غرزة الفرع البسيط بتلهيني عنها، بس برضك لازم تعرفوها. انا عملت غرزة عادية وطلعت في قلب الخيط، طلعت بالابرة في قلب الخيط، وهبدأ ان انا انزل واطلع تاني في قلب الخيط واروح جنبها بشوية، وهكذا. شايفين بطلع منين؟ في قلب الخيط، هنزل بعدها بشوية، اطلع في قلب الخيط تاني. ودي كده معانا اسمها غرزة منقسمة. تمام.
انا هنا بس كنت بوريكم ان غرزة الفرع البسيط لما بنيجي نعمل بيها فرع بيبقى ازاي. بناخد كل فرع لوحده نخلصه ونبدأ ندخل على الفرع اللي جنبه. تمام. غرزة الفرع البسيط بنحتاجها جامد جدا في الفروع يا جماعة، وبجد بتبقى غرزة مميزة وسريعة معانا. هنا عايزة اوريكم احنا ازاي بنثبت في اخر فتلة، في اخر غرزة احنا عملناها. بنبدأ نعمل عقدة كده بدايرة وندخل فيها بالابرة مرتين ونمشي الخيط في قلب الغرز القديمة علشان خاطر ننضف. تمام. هنا بقى هاخد حتة خيط من خيط ملوني صيني، وهنا بقى انا عايزة اوريكم ازاي بنفصلها. هما 6 فتلات، انا هخلي كل 3 لوحدهم وهقول لكم ليه دلوقتي. شفتوا طريقة الفصل سهلة ازاي؟ مصعبيش حاجة على نفسك، ان شاء الله تعمليها. هبدأ بقى اعمل غرزة الحشو المائل، وعشان نعمل غرزة الحشو المائل لازم ولا بد نمشي بالقلم بخط مائل كده. انتي مش هتحتاجي تعملي الحركة دي الا لما تكوني خلاص ايديكي وعينيكي عارفين رايحين فين. تمام. ابتديت اطلع وانزل بشكل مائل زي الخطوط اللي انا عاملاها، بوسع الغرزة من تحت وانا نازلة بالابرة، وانا طالعة بطلع لازقة جنب الغرزة اللي فوق. شايفين الناحية اللي من تحت وهي الابرة بتنزل بتكون بعيدة سنة بسيطة عن الغرزة. شايفين اهو بعيدة حاجة بسيطة خالص. ليه؟ عشان افضل محافظة على الخط يبقى مايل معايا. ومن فوق بقى بخليها لازقة جنب الخيط اللي طالع، مش ببعد عنها خالص. هتفضل تديكي الشكل المنحني اللي هو مائل كده. تمام. الغرزة ديت لازم نفصل الخيط يبقى 3 فتلات عشان يبقى شكله ناعم كده وجميل. بنحتاجها كتير في الاسماء، يعني هي دي الغرزة اللي بنعمل بيها اسماء بقى على منديل كاتب كتاب، على سلوبيتات البيبي. برضك بنحتاجها في ورد، وانا هعمل لكم حلقة مخصصة للورد ان شاء الله، لان برضك في كام ورد اساسيين معانا. هنا انا ابتديت خلاص اخلصها. انا بسرع معاكم بس عشان والله انجز عشان تزهقوش. تمام. انا هنا خلصتها ودخلت على غرزة السراجة. غرزة السراجة انا هنا مشتغلة الفتلة بخيط ملوني صيني كامل 6 فتلات ما فصلتش. ابتديت اعمل غرزة واخرج منها جنبها بشوية زي ما انتوا شايفين كده. انا رسمة عشان يوضح لكم، وابدأ تاني اطلع وانزل جنبهم بشوية مرصوصين جنب بعض. دي اسمها غرزة سراجة. هنا بقى ده حشو عادي، دي غرزة الحشو العادي. انا اسفة ما جاتش من اولها. انا برضك هنا فصلت الخيط، وفي اي حشو بيفضل الخيط يبقى مفصول، فانا هنا فصلت الخيط خليته 3 فتلات. وغرزة الحشو العادي هو عادي ليه؟ عشان انا بمشي على الشكل اللي قدامي زي ما هو، ولا بحتاج اروح سنة فوق ولا تحت، لا بفضل رايحة كأني خطوط متوازية لازقين في بعض. واخد بالي ان انا موسعش عشان لو حصل فراغ ما بين واحدة والتانية هيبقى الشكل مش لطيف خالص. فانا هنا لازم ان انا اكون مزنقة الخيط جدا جنب بعض عشان يديني شكل منتظم وناعم ونضيف. فما تزهقيش يعني، حتى لو تعبتي سيبي ورجعي كملي تاني. المهم الشغل يطلع جميل وشكله منتظم. مش بحتاج ابدا انزل او اطلع او اعمل، لا انا ماشية على الخط اللي قدامي بشكل متوازي. تمام. دي بقى غرزة الحشو متداخل. غرزة صعبة شوية بس بتديني شكل ممتع للعين بصراحة. انا بحبها بس بتاخد وقت ومجهدة. طبعا كل حاجة قصادها
يعني هي متعبة بس في النهاية بتبقى شكلها جميل وتحفة وخيوط كده متداخلة جوا بعض. ببدأ ان انا اعمل الغرزة واطلع وانزل عادي على شكل عشوائي. بقى انا هنا هشتغل بشكل عشوائي، بس مش معنى كده ان هو يبقى منحكش، لا، نرص الخيوط جنب بعض بس مش بخط متوازي. يعني غرزة تبقى طويلة، اللي جنبها تبقى قصيرة، اللي جنبها تبقى وسط شوية. ابدأ اعمل شكل البيانو كده. شايفين واضحة معاكم ازاي الشكل مش متوازي ازاي؟ هبدأ احشي بقى كل ده بالفتلة، اطلع وانزل بشكل غير منتظم. الغرزة مش مقاسها منتظم. كان معانا غرزة الباك لازم تبقى المسافة زي بعض. غرزة الحشو المتداخل لا، انا مش عايزة المسافات تبقى زي بعض، عايزة مسافات الغرزة تبقى مختلفة عن بعض عشان نشوف في النهاية الشكل هيبقى عامل ازاي. هي بتبقى ممتعة صراحة بس بتاخد وقت زي ما قلت لكم. واللي انا بعملها دي هتوضح معاكم، هو شكلها قلب بس هي في النهاية هتبقى فراولاية. هنا انا بثبت عادي، لازم ادخل الخيط بعد ما ثبته في قلب الغرز القديمة علشان خاطر يبقى نضيف ومتثبت معايا باحسن شكل. هنا ابتديت له لضمت فتلة تانية، نفس الخيط المالونيه الصيني بس بلون افتح علشان ادي شكل تدريجي الفراولاية. تمام. شايفين الشكل بدأ يوضح معايا ازاي؟ كل حاجة بتخلص، ما تزهقوش، هي هتخلص وهنعمل لها الورق الاخضر بتاعها علشان تدينا بقى شكل الفراولاية. انا حبيت اعمل لكم حاجة تركز في دماغكم وتكون مختلفة في موضوع القلب، ان انا اجمع لكم جواه الغرز. هنا بقى هبدأ اضيف غرزة ايزي ديزي، هي اسمها كده علشان خاطر اعمل ورق الشجر بتاع الفراولة عشان يديني شكل الفراولة. شايفين انا طلعت بالابرة ونزلت جنبها بشوية بسيطة وابتدت تتكون حلقة معايا، هطلع بيها من الخيط وبعد كده هنزل من الخيط من بره. شايفين انا هشرحها معاكم بردك تحت في شكل وردة. اهي اتكونت معايا غرزة ايزي ديزي. هبدأ اعمل واحدة تاني، انا اللي بختار اروح فين بيها. شايفين انا هنا عديت الابرة ازاي؟ كده خلاص ابتدت تتكون معايا ورقة الفراولة والشكل ابتدى يوضح معايا. هاجي في النص هعمل عقدة كده هكلمكم عنها شوية بالتفصيل. هنا معانا بقى خيط أليس ديفا، هنبتدي نعمل غرزة ايزي ديزي. بنحتاجها كتير يا جماعة في شكل ورد. يعني هي يعني بنحتاجها كتير في فروع، في ورد مثلا زي فراولة كده، هي اللي خلت الشكل الفراولة يبان. شايفين انا بطلع منين؟ بعمل حلقة وبدخل بالفتلة جواها وابتدي انزل من بره على طول بحيث ان انا الحلقة دي اثبتها بالشكل ده. هي غرزة سهلة وبسيطة ونتيجتها بتبقى شكلها حلو وجميل صراحة. بس كده خلصت. تعالوا اقول لكم بقى نعمل غرزة السلة، ودي مهمة بصراحة، يعني غرزة جميلة جدا وسهلة قوي قوي قوي. الفكرة كلها انا كده استخدمت خيط مالونيه مفصلتهوش. همشي على العواميد اللي انا رسميها ديت بخيط مستقيم، يعني بشكل مستقيم.
هسيب الحرف بتاع السلة وهمشي على الخطوط اللي انا رسمها من جوه بشكل طولي متوازي. تمام. اطلع بالابرة وانزل على نهاية الخط. اخلي بالي ان انا دايما وانا شغالة ان الابرة تطلع على الخط بالظبط، منزلش تحت ولا اطلع فوق بعيد عن الخط، لا ابقى ماشية على الخط. بصوا بقى هنا هبتدي اطلع بالابرة من على حرف السلة، واحنا سايبين الخطين دول علشان ننهي بيهم الخيط. تمام. هبدأ بقى ادخل الابرة في عمود وعمود لا، عمود وعمود لا، رايح جاي رايح جاي لحد ما السلة تتملي معايا بالخيط. اظبط كده بالابرة ان الخيط يبقى مستقيم، اعدله وابدأ انزل على حرف السلة بالخيط. انا قلت لكم سايبين الخطين اللي على الحرف علشان خاطر هننهي بيهم الغرزة. هبدأ هنا اركز واشوف الخيط ده داخل لجوه، يبقى انا هاخد الفتلة من بره. شايفين؟ واحدة واحدة لا، وابدأ انزل على الخط بتاع حرف السلة وهكذا. افضل بقى كده رايحة جاية واظبط الخيط بالابرة، واتأكد انا في الخط اللي قبله كان ماشي ازاي علشان اخد عكسه. هبدأ ده اخده من تحت لفوق، ابرة طالعة ونازلة معايا، عمود وعمود لا. تمام. هي سهلة وبسيطة خالص، مش بتاخد وقت على فكرة. لازم اظبط الخيط كده بالابرة علشان يبقى شكله مش منعكش. شايفين السلاسة؟ سهلة وبسيطة خالص اهي. ابتدى يوضح معايا شكل السلة. كده خلاص هي خلصت معايا. هبتدي بقى احدد حرف السلة بغرزة الفرع البسيط علشان تديني بروز. بس كده خلصتها. هنعمل بقى دلوقتي غرزة السلسلة لليد بتاع السلة. هنبدأ نعملها بغرزة السلسلة بنفس الخيط، ما فصلتوش. شايفين انا طلعت بالخيط ونزلت جنبه بالظبط، وهعمل بردك زي حلقة، بس مش هقفلها بقى زي غرزة ايزي دايزي، لا انا هدخل في الخيط من جوه. ليه اسمها سلسلة؟ علشان هما كلهم ماسكين في قلب بعض. شايفين؟ انا مش هقفل زي ايزي دايزي، لا انا هدخل في نفس الخيط من جوه وهبدأ اعمل حلقة تاني وهكذا. ايدي ماشية على الخيط بشكل منتظم، ما اسحبش الفتلة جامد علشان شكلها يبقى حلو معايا مظبوط. تمام. ادخل من جوه جنب الخيط اللي انا واخداه واطلع من بره شوية تتكون حلقة معايا، ما اطلعش منها، افضل خليني جوه الحلقة. لما بخلص الخط خالص اللي انا عايزاه ببتدي بقى اقفلها زي غرزة ايزي ديزي بالظبط. ببتدي اثبت الغرزة من بره زي غرزة ايزي ديزي بالظبط. هنا اهو قفلتها خلاص لانها خلصت معايا. دي غرزة السلسلة. تمام. هنا بقى غرزة المدقة. الغرزة دي بقى استخداماتها مش كتير خالص صراحة، بس برضك لازم تعرفوها. هما ليه سموها مدقة؟ علشان خاطر هي تشبه ايد الهون او شكل الجزء اللي جوه الوردة، اللي هو بيبقى الشكل الانثوي اللي جوه الوردة ده اللي هو بيبقى فيه حبوب اللقاح.
هي بردك نفسه شكله. طلعت بالابرة، ابتديت اجي عند النقطة اللي انا رسماها واعمل غرزة فرنسية وانهي بيها. هشرح لكم بعديها على طول الغرزة الفرنسية. اهو ببدأ ادخل في اول العمود، ابدأ اعمل لفة غرزة فرنسية وانزل، بس كده. هي دي غرزة المدقة، سهلة خالص. نروح بقى للغرزة الفرنسية. الغرزة الفرنسية ديت ليه انا مرقمها لكم كده؟ لان هي بتختلف على حسب اللفة. هنطلع بالخيط، هنبتدي ناخد غطس بالإبرة، الإبرة تطلع من الغطس ده سحبة معانا الفتلة. هلف الفتلة لفة واحدة على الإبرة وانزل بيها في نفس المكان. علشان كده انا كاتبالكم لفة يعني 1. نعملها تاني مع بعض عشان نفهم يعني ايه لفة ولفتين وتلاتة واربعة والخ. طلعت بالفتلة، خدت بالإبرة غطس، طلعت بيها الفتلة، لفتها لفتين على الإبرة وانزل بيها. غرزة ممتعة جدا واستخداماتها كتير في التطريز. لو اخدين بالكم انا عاملة بيها وردة كاملة تحت. هنا هبتدي اعمل 3 لفات على الإبرة. كل ما بزود اللفة كل ما حجم الغرزة بيكبر معايا. انا شغالة بخيط ميلوني صيني مش مفصول، 6 فتلات. تمام. الفرع اللي كنت عاملاه معاكم فرعي بسيط، انا عملته كله بالغرزة الفرنسية، كملته. هنا بقى عايزين نعمل فيونكة، ودي حاجة اضافية انا حطها لكم. بنعمل خطوط جنب بعض، هنعمل 4 خطوط جنب بعض بشكل متوازي. شغالة بخيط ميلوني صيني 6 فتلات مش مفصول. شايفين انا من غير مرسم، انا مش رسمة الفيونكة ازاي، انا بمشي بخطوط جنب بعضهم. لازم اخلي بالي ان هما يبقوا جنب بعض مش بعاد عن بعض. انا هنا بقى خلصت ال4 خطوط وطلعت في النص. ليه طلعت في النص؟ عشان بحدد منتصف ال4 فتلات معايا. ابتديت اخرج وهاخدها من فوق خالص في نفس ما انا كنت طالعة. ليه عملت كده؟ علشان ابقى متأكدة ان ال4 فتلات اللي انا عملتهم يتضموا مع بعض. هبتدي بقى انزل اعمل شريط الفيونكة عادي خالص، واحدة يمين واحدة شمال، وبس كده الفيونكة بتكون خلصت معانا. بسيطة خالص وقلت اضيفها لكم. ممكن تبقوا محتاجينها في اي وقت. شايفين شكلها قمر ازاي؟ بس كده احنا كده خلصنا اهم غرز للتطريز. يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش بقى لايك وشير لاصحابكم المهتمين بعالم التطريز، وما تنسوش تعملوا فولو عشان يوصل لك كل جديد.